ازيكم يا جماعة. بصراحة يعني الفيديو ده أنا عملته مخصوص بعد ما شفت يعني أحد القنوات على اليوتيوب عرض قصة فتاة في فيصل بتستغيث، وبتقول إن هي اتعرض ليها 3 شباب أفارقة. وهي كانت رايحة تركب الميكروباص وشدوا منها شنطتها ووقعوها في الأرض، وللأسف يعني محدش أغاثها. يعني بصراحة ربنا أولا، يعني إزاي يسيبوها بالشكل ده؟ ثانيا اشمعنى فيصل؟ يعني هل يعني ديت أو ده أسلوب جديد بقى لتطفيش الناس في فيصل؟ زي ما هم قاعدين يقولك فيصل دي سودانية، فدي خطة بقى يطفشوا الناس بيها. يعني البنت بتقول انا رايحه الدرس وانا خايفه بعد كده اروح الدرس. بنت تانية نفس الشيء، قالت جري ورايا شباب برضو من السمر. هي متعرفش افارقه ولا سودانيين اصلا. فضلوا يجروا وراها مسافه كبيره جدا، وبرضو قالت ان هي خايفه تنزل. هل هي خطه بقى من الساده المستوطنين المستنطعين، الضيوف، ان هم يطفشوا الناس من فيصل زي ما هم قاعدين يقول لك فيصل دي سودانية؟ يعني مش عارفة، يعني بيقول لك ام درمان فيصل سابقا. يا ريت نلحق ونشوف يعني قبل ما نشوف الاماكن اللي عايزين يقفلوها عليهم بس.